السلام عليكم، الزول في العوام، ان شاء الله راكم قاع بخير. اذا اليوم راح نبارطاجي معكم بطاطا كوشه بالحوت في الفرن. اذا يلا معايا تشوفوا طريقه التحضير. اذا هنايا عندي ليمون دي ترونش، وهنايا في المول تاعي درت لي زيبيز، درت السمن، درت الزيت، درت السعيدرة، وهنا نزيدو الرند. اذا كاع المقادير راح نكتبهم لكم تحت صندوق الوصف. وهنايا درت حبه بصل تكون متوسطه، ودرت هنايا راس تاع الثوم، وهنا عندي بطاطا راح نكوبيها غونديل، يكونوا شويه ما يكونوش رقاق بزاف، باش البطاطا هذيك ما تتكسرليش كي نطيبها. اذا هنايا راح نخلط كاع المقادير مع بعض باش هكاك البطاطا هذه تشرب لي هذوك لي زيبيس ومع الزيت هذاك. ودرت له تاني شويه ماء، حوالي نص كاس تاع ماء. وانا عندي طوماطيش، يعني حوالي حبه كبيره طوماطيش، انا كانت عندي هنايا كونجلي. هنا راح نغلف المول تاعي بابي كويسون، بابي الومنيوم، وراح ندخله الفرن يطيب نص طياب. من جهه اخرى هنايا الليمون تاعي درتلو لي ميم ايبيس لي درتهم مع البطاطا، وهنا راح نغلفها ونخليها تشرب لي هذوك لي زيبيس، بيان سور بلا ما ننساو الملح. اذا وهنايا بعد ما البطاطا هذيك تدخلها طياب، انا راح نقلي الليمون تاعي، راح نقليه نص قليه، ما نقليش حتى وين يطيب لي 100%، باش ياخذ لي برك هذيك البنه. راح نقليه من لي دو كوتي، ومن بعد تيك انايا مور ما تطيب لي هذيك البطاطا نص طياب، انايا راح ندير الحوت تاعي من الفوق باش البطاطا تاخذ لي هذيك البنه تاع الحوت. وانا راح نرجعو تاني للفرن حوالي 10 دقائق هكاك ونطفيو عليها. اذا هذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم. هنا تقدروا تزيدوا له بعد نص والرند. ما كانش عندي الحق، ما كانش عندي في الدار متوفر. اذا انتم تزيدوا له الرند وبعد نص يجيكم تاني بنين. اذا هذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، وان شاء الله تجربوا.